اتكلمنا في الفيديو اللي قبل اللي فات عن موبايل اقتصادي جديد من سامسونج من سلسلة الاي 0 وهو الجالاكسي اي 05 وعرفنا عنه كل حاجة بالتفصيل. ولكن بقى في الفيديو بتاع النهاردة هنتعرف عن النسخة او الاصدار الاعلى من الموبايل ده وهو الجالاكسي اي 05 اس، الموبايل اللي بيجي بمواصفات اعلى وطبعا بسعر اغلى. فاحنا في فيديو النهارده هنتعرف على كل مواصفات التليفون ده وعلى كل مميزاته وعيوبه واهم الفروقات اللي بينه وبين الجالاكسي اي 05. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا الثانيه قناه سراديب. انا محمود طمان واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. التصميم بتاع الموبايل مفيش فيه اي اختلاف نهائي عن تصاميم اجهزه سامسونج كلها في الفتره الاخيره. الموبايل ما يفرقش عنهم اي حاجه تقريبا. فالموبايل بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونات، وده كعاده كل اجهزه سامسونج في مختلف فئاتها السعريه. والبلاستيك ده بصراحه جودته كويسه جدا، وتقفيل الموبايل وتصنيعه محترمين. ابعاد الموبايل وسمكه ووزنه مناسبين، مش اصغر ولا اكبر حاجه، فانت مش هيقابلك اي مشكله خالص في استخدامك للموبايل وهتتعود عليه بسرعه. فتصميم التليفون بالرغم من انه تصميم تقليدي ومفيهوش حاجه جديده، الا انه بصراحه تصميم عصري وبسيط وشبابي وشكله حلو وهيعجبك، وانا من الناحيه دي ماليش اي تعليق سلبي عليه. الجالاكسي اي 05 اس من سامسونج للاسف بيجي بشاشه بالتصميم القديم اللي بنوتش اللي على شكل قدره الماء دروب ووتر، والشاشه دي مساحتها كبيره 6.7 بوصه من نوع بي ال اس ال سي دي بجوده فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافه البكسلات في الشاشه 2400 في 1080 بكسل، وده هيدينا 393 بكسل لكل بوصه في الشاشه، ودي كثافه بكسلات مقبوله وكويسه جدا بالنسبه لحجم الشاشه الكبير ده وفي الفئه السعريه دي. الشاشه جايه بابعاد عرض كبيره 20 ل 9 وبتستحوذ على 82.9% من حجم الواجهه بتاع التليفون كله، والموبايل بيطلع من العلبه بتاعته متركب عليه سكرين. وبالنسبه بقى للاداء بتاع الشاشه دي فهي بصراحه هتقدم لك اداء ممتاز، وده من حيث درجه الحده والتشبع والسطوع بتوع الالوان اللي بيظهروا عليها. هتحس كده ان الشاشه دي شاشه رايقه، الوانها كويسه جدا وكل حاجه بتظهر عليها بشكل ممتاز، والكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل كويس جدا. وبرضه من المميزات اللي موجوده في الشاشه دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفرش ريت 90 هرتز، وده بالتالي هيخلي اي حاجه تشتغل معاك على الشاشه بتاع الموبايل سواء فيديوهات او جيمز تشتغل معاك بشكل سلس وانسيابي جدا. وطبعا ده هيبان اهميته اكتر في لعب الجيمز على الموبايل. درجه سطوع الشاشه كويسه ومش هتعاني وانت بتستخدمها تحت اشعه الشمس المباشره، وبرضه حواف واطراف الشاشه حجمهم صغير مش كبار. كنت اتمنى بس لو كانت الشاشه دي شاشه كامله، بصراحه كان هيفرق جدا في التقييم بتاع الموبايل ده. ولكن بصفه عامه فالشاشه دي هتقدم لك اداء مرضي جدا في عرض اي محتوى عليها من اي نوع، وهي شاشه جيده جدا في فئتها السعريه. اما بقى بالنسبه للاداء بتاع الموبايل فهو بصراحه من المميزات الايجابيه اللي موجوده في التليفون. فالجالاكسي اي 05 اس من سامسونج جاب معالج من انتاج كوالكوم هو السناب دراجون 680 4G، واللي موجود في اجهزه كتير محترمه جدا في الفئه المتوسطه زي رونو 7 من اوبو، وكمان الجالاكسي اي 23 من سامسونج، والريدمي نوت 11 من شاومي. والتليفونات دي كلها مراجعتها موجوده هنا على القناه، ممكن تبصوا عليها من الاي اللي فوق دي. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواه، وبيجي بتردد لغايه 2.4 جيجا هرتز بدقه تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومي هو الادرينو 610. التليفون بيجي بنسخه واحده بسعه تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 6 جيجا رام، ودي ارقام مناسبه وهتكون كافيه جدا لاستخدامك في الفئه السعريه دي. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع التليفون فالمعالج ده يعتبر معالج قديم شويه، ولكنه بصراحه هيقدم لك اداء كويس جدا في الفئه الاقتصاديه دي. فالموبايل هيقدم لك اداء جيد جدا في كل المهام والاستخدامات، يعني في المهام اليوميه المعتاده زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي كلها، التليفون هيقدم لك اداء ممتاز. هتقدر تستخدم كل التطبيقات دي من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في الموبايل، هتشتغل معاك بشكل كويس جدا. وبرضه اداء التليفون في المالتي تاسكينج او المهام المتعدده هيكون اداء كويس جدا، وهتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، وده مهما كانت التطبيقات دي تطبيقات كتيره او تقيله. وبرضه اداء التليفون في الجيمز هيكون اداء كويس وهيعجبك، يعني انت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك اي سن التهنيج او لاج في الموبايل، هتشتغل معاك بشكل كويس جدا. ولكن بقى علشان تاخد احسن اداء من الموبايل في الجيمز التقيله دي يستحسن انك تلعبها على اعدادات جرافيك متوسطه، لان في الاساس التليفون ده مش موجه للجيمز، فهو موجه اكتر للاستخدامات اليوميه والاستخدامات المتعدده. الموبايل بيجي بكاميرا خلفيه ثلاثيه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.8، وهي بالمناسبه كاميرا وايد. اما بقى الكاميرا الثانيه فهي كاميرا ماكرو بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4.
والكاميرا الثالثه والاخيره فهي الخاصه بعامل العزل او وضع البورتريه، وبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش LED من قطعه واحده. وبصراحه الكاميرات دي هتقدم لك اداء جيد جدا في الفئتها السعريه. يعني الكاميرا الاساسيه دي في ضوء النهار هتقدر باستخدامها انك تاخد صور محترمه جدا، وده من حيث درجه الحده او التشبع وسطوع الالوان اللي بيظهروا في الصور. هتحس كده ان الصور رايقه والوانها جميله قوي، وكميه التفاصيل اللي بتظهر فيها كتيره وواضحه، والتباين بتاع الالوان مظبوط، مفيش لون داخل على التاني. وفي الاضاءه الضعيفه او الليليه فالجوده بتاع الصور ما بتقلش كتير، وكميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها ما بيكونوش متشافين قوي، والصور بتفضل محافظه على جودتها بنسبه كبيره، وده علشان الدقه العاليه بتاع الكاميرا وكمان فتحه العدسه الواسعه بتاعتها. فبصراحه الكاميرا الاساسيه بتاع الموبايل دي تعتبر من احسن الكاميرات اللي موجوده في فئتها السعريه، وهتقدم لك صور مرضيه وهتكون مبسوط منها جدا. اما بقى بالنسبه للكاميرا الثانيه الكاميرا الماكرو، فانت هتقدر باستخدامها انك تاخد صور قريبه بكميه تفاصيل كتيره، وادائها شبه كل الكاميرات الماكرو اللي موجوده في مختلف الفئات السعريه. وبرضه هتقدر باستخدام الكاميرا الثالثه بتاع العزل او البورتريه انك تحدد اطراف الصور وتعزل الخلفيه بشكل كويس. اي نعم ادائها مش اقوى ولا احسن حاجه وبيظهر فيها غلطات كتير، ولكن هو ده الطبيعي والمعتاد جدا في الفئه السعريه دي. كنت اتمنى بس بصراحه لو كان تم استبدال الكاميرا الماكرو دي بكاميرا الترا وايد، كانت هتكون عمليه اكتر، وبرضه كانت هتزود بشكل كبير جدا في التقييم بتاع الموبايل ده، لان الكاميرا الماكرو دي تقريبا محدش بيستخدمها يعني. اما بقى بالنسبه لتصوير الفيديو فانت هتقدر تصور فيديوهات بجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه، فالموبايل ما بيدعمش تصوير فيديوهات بجوده 4K. الموبايل بيجي بكاميرا اماميه وحيده بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، والكاميرا دي بصراحه ما اقدرش اقول عليها انها كاميرا وحشه، فهي بامانه هتقدم لك اداء جيد ومقبول جدا. هتقدر تستخدمها في انك تاخد بيها صور سيلفي كويسه في المناسبات، صور كده للذكرى تحتفظ بيها على الموبايل، ولكنها برضو بصراحه مش اقوى كاميرا سيلفي موجوده في الفئه السعريه دي، ولكنها بصفه عامه هتقدم لك اداء مرضي جدا، وده سواء بالليل او بالنهار. الجالاكسي A05S من سامسونج جايب ببطاريه كبيره بسعه 5000 ملي امبير. اي نعم ده مش اكبر سعه بطاريه موجوده في الوقت الحالي، ولكنها هتكمل معاك اليوم كله من غير اي مشكله خالص، وده حتى لو انت بتستخدم التليفون بشكل مكثف او تقيل. خصوصا كمان ان المعالج بتاع التليفون ما بيستهلكش كتير من طاقه البطاريه، والموبايل بيجي بقدره شحن 25 واط، وطبعا ده بمقاييس دلوقتي ما اقدرش اعتبره شحن سريع خالص، فالتليفون هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعتين الا تلت تقريبا 100 دقيقه، وطبعا ده هيكون من خلال منفذ USB Type-C. الموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهه تشغيل سامسونج ال One UI، والواجهه دي هي من احسن واجهات الاندرويد اللي ممكن تلاقيها في اي موبايل. واجهه خفيفه وادائها سلس جدا على التليفون، وتقريبا ما فيش فيها اي بجز او مشاكل، وكمان شكلها حلو وشكل الايقونات بتاعتها جميل ومميز، وفيها مميزات كتير زي انها تدعم وضع الدارك مود بالكامل، وكمان فيها ميزه المجلد الامن واللي هتقدر انك تحتفظ فيه بملفاتك المهمه بعيد عن المتطفلين، وكمان هتقدر باستخدام الواجهه دي انك تستخدم تطبيق في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع ال4G، وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو SD كارد، وده حتى 1 تيرا في منفذ خاص بيه. الموبايل بيجي بمستشعر بصمه واللي مدمج في المكان العملي جدا في زر الباور، والمستشعر ده اداؤه ممتاز من حيث الدقه والسرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه وراجل الفيس ID، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها او سرعتها. التليفون بيجي بسماعه وحيده مونو على اليمين واللي صوتها متوسط من حيث العلو او النقاء بتاعها. الموبايل فقير شويه في المستشعرات، فهو بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع بس، والGPS اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقه او السرعه بتاعته، وكمان الموبايل بيدعم تركيب وصلات الاو 2G. ولكن بقى للاسف التليفون ما فيهوش مستشعر بوصله ولا مستشعر جيروسكوب ولا مستشعر IR ولا مستشعر NFC، وغير مقاوم للماء ولا الغبار، وبيجي باصدار بلوتوث قديم شويه 5.1. الموبايل بيجي باربع الوان، اسود واخضر فاتح وبنفسجي وفضي، وعلبه الموبايل بيجي فيها سلك توصيل USB Type-C، وده بمزدرج الشريحه والضمان وكتاب التعليمات بس. بتيجي من غير راس الشاحن ولا جراب ولا سماعات، لازم تشتري الحاجات دي بشكل منفصل. وسعر بيع الموبايل هيكون في حدود $170. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الجالاكسي A05S من سامسونج مختلف بشكل كبير وفي كذا حاجه عن النسخه العاديه ال A05. فال A05S بيجي بشاشه بجوده اعلى ومعالج اقوى نسبيا وبكاميرا خلفيه زياده، وكمان كاميرا اماميه افضل، وكمان بيجي بمستشعر بصمه. ولكن بقى تقريبا باقي المواصفات هي ما فيهاش تغيير، وكمان مش بفرق كبير في السعر ما بينهم. فالموبايل بصراحه يعتبر من اقوى التليفونات اللي موجوده في الفئه الاقتصاديه دلوقتي، واللي اعتقد انه هيعمل مبيعات كويسه جدا وهينال اعجاب معظم المستخدمين،
خصوصا انه من شركه كبيره وعريقه زي سامسونج. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شايف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده المره تشوفني فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.